ربحنا يا إلياس، إلياس بن مختار. إلياس السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. مبروك للمنتخب المغربي الناشئين بالفوز بكأس إفريقيا أول مرة، ومبروك للمغرب. أحرز المغرب لقب كأس إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عام، الأول مرة في تاريخه بعد فوزه على مالي بركلات الترجيح اليوم السبت في المباراة النهائية على ملعب البشير بن محمدية، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. واتسمت المباراة بالحذر في أغلب فتراتها، وشهدت الدقيقة 23 إلغاء هدف المالي سجله سميلة في بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك بداعي وجود لمسة يد في المحاولة. وحاول المغرب الرد وسدد زياد بها كرة قوية بعد تمريرة من عبد الله وزان، لكن الحارس المالي أبعد الكرة إلى ركنية. وفي الشوط الثاني كادت مالي وتتقدم في الدقيقة 48 بعد مجهود فردي وتسديدة خطيرة، لكن الحارس شعيب بولعروج تصدى للكرة بصعوبة، وأهدر أحمد موهوب واحدة من أبرز فرص المغرب في الدقيقة 57 بعد تسديد كرة منخفضة مرات بجوار القائم عقب سلسلة تمريرات من الجهة اليسرى. وكان الحارس المغربي شعيب بولعروج بطل المباراة وتتويج باللقب بعد تصديه لركلات الجزاء، فيما نجح لاعب أسود الأطلس بتسجيل ركلاتهم الترجيحية. وسيطرة مغربية، حيث كان شعيب والعروش أفضل حارس في بطولة كأس إفريقيا للناشئين، والمغربي عبد الله وزان أفضل لاعب للبطولة. إخواني، وصلنا إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.